ما معي مصاري، عم جرب امشي لاخر الشارع بس عم توجعني اجري، فيك توصلني ببلاش؟ ما بقى معي ولا ليرة، فيك تساعدني؟ فيا ترى ساعدوه ولا استغلوه؟ دي خطة عملها شاب لبناني علشان يختبر جدعنة المصريين بطريقة بينت معادنهم. مش هتصدق عمل معهم ايه واللي المصريين عملوه معاه. تعالوا نعرف كل التفاصيل بالفيديو ده. فيديو انتشر الساعة اللي فاتت على التيك توك، ورد فعل المصريين عليه فاجئ الجمهور. في كمان اللي ما تفاجئش وشايف ان ده العادي، مستنيين ايه من المصريين يعني. لكن لما يتقال ان المصريين ملوك الجدعنة ودي حاجة في دمهم، طبيعي الكل يعشقهم ويتمنى حبهم، وده مش كلام اغاني ولكن المواقف بتثبت ده. فعلا باللي عمله الشاب اللبناني زاد فخر كل مصري فوق فخره، واكد لكل العالم ان مفيش زي جدعنة وكرم وحب الخير عند المصريين، بيدوا ومش مستنيين رد المعروف. كل الحكاية ان الشاب اللبناني صور فيديو بطريقة مخفية، ما خدوش بالهم انهم بيتصوروا، وتعامل بكل تلقائية. والغريب انه لما صور الفيديو ما كانش مع شخص واحد ولكن كان مع حوالي 4 اشخاص، والمفاجأة ان رد الفعل واحد: اركب يا عم. اللبناني ده وقف حوالي 4 تاكسيات وكان بيقول نفس الجملة: ما معي مصاري، عم جرب امشي لاخر الشارع بس عم توجعني اجري، فيك توصلني ببلاش؟ ما بقى معي ولا ليرة، فيك تساعدني؟ قبل ما يركب بيتأكد على السواق انه مش معاه فلوس، وبعد ما يركب يفضل يقول نفس الجملة. لكن هو اتصدم من انهم بيوصلوه المكان اللي عايزه من غير فلوس وبنفس راضية جدا. مش بس كده، جرب كمان مع سواق على عربية كارو، واللي اول ما قال له عم توجعني اجري قال له بكل عفوية: ايه مش عارف تجري؟ وده ضحك الجمهور جدا، وقالوا انه طيب ومش قادر يفهم لهجة اللبنانيين. واللي اتفاجئ من بساطة الشاب وتعرف عليه وعرف منه ان حالته صعبة ووالده ووالدته رحلوا، وهو اللي متكفل باخواته وبيصرف عليهم، وهو نازل اداله 1000 جنيه. رفض ياخدهم رغم انه غلبان وظروفه صعبة واكيد محتاجهم، ولكن هو قال انا بساعده لوجه الله ومش مستني حاجة. الشاب اللبناني ده قرر يكشف عن الخدعة اللي عملها علشان يختبر جدعنة المصريين. قال لهم هو نازل ليه ساعدتوني وانا مش مصري؟ كانوا بيردوا عليه ويقولوا له: الله عادي احنا في مصر كده ومفيش فرق بين مصري وغير مصري. وفي اللي سأله وقال له: لو مكاني هتعمل ايه؟ رد اللبناني وقال له وهو بيهزر: باخدك وبسرق لك التليفون. كان سبب في ضحكة المصريين. طبعا الفيديو ده عمل ضجة كبيرة جدا على تيك توك، وكانت تعليقات الجمهور كلها زي الجدعنة مش غريبة على المصريين. لكن الحلو في الموضوع انه شعب ظروفه صعبة جدا ومع كده بيعملوا بأصلهم الطيب. أجدع شعوب العالم الشعب المصري، الشعب المصري ما بيختلفش عليه اتنين. رأيكم ايه بقى في اللي عمله الشاب اللبناني ده؟ هل تصرفه ده صح انه يصورهم بدون علمهم، خاصة ان البعض شك انهم عارفين، ولكن تلقائية السواقين وطيبتهم بتقول غير كده خالص. طبعا زي ما كل مكان في حلو وسيء، تخيل بقى لو لحظة جت مع سواق مع الزحمة كده او عنده مشكلة، كان رد فعله مش ولا بد، هل كان هينشره برضه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.